100 طريقه اضيع بها يوم واضيع بها صحتي غير ان اشتغل في مجال البن بصراحه. يعني 65 جنيه 65 جنيه ايه؟ يعني انا مش فاهم برضه بتجيبوه يعني. سيبك يا عم انت بقى، يعني انا مش فاهم، يعني بجد مش فاهم. يعني انا النهارده الفاتوره جايه زياده عليا 15000 جنيه، وده داخل يقول لك كيلو البن انا جايبه 65 جنيه. انت كيف انت بتلحد يالا؟ انت بتعبد البقر، انت مش بني ادم عادي. يا جدعان كيلو العربيه كل الروبستا النهارده الاندونيسي مثلا عامل 149 جنيه. اللارج تمام 149 جنيه. ماشي. ده لو شربت لوحده، شفت ميه الكبانيه، هو ميه كبانيه مش قهوه. فيعني خلينا نكون صراحه كده مع بعض. قول يا عم انت بيديهولك لوحده. يعني هو كده بيعمل لك اندونيسي بيحمصهولك وبيديهولك، اللي هو اصلا مش تقدر تشربه لوحده. بس خلينا نقول يا عم هو بيديهولك لوحده. 149 اخضر بعد تحميصه هيقف عليك بحوالي 165 جنيه. صنايعي المكان عنده واحد يا عم شغال هو ابنه ما بيروحش يفطر، بيفطر اكيد. فبيفطر يا عم، نقول مثلا ابنه هياخد 10 جنيه فطار. ماشي. هو هياخد له يعني مش فاهم انا اقسمها ازاي يعني. يا عم قول مثلا هيبيعه ب 190 جنيه. 60 جنيه منين؟ جبت 60 جنيه منين يا ابن الكفره؟ يعني جبت 60 يعني معلش. 60 جنيه ديت انا يعني كان قدامي بقول لك مليون طريقه. انا كنت رايح اشد كوكايين اهون عليا من اشتغل في المجال ده. يعني انا بسمع ارقام يا جدعان علوها. تمام. انا اللي بقول لكم اهو، لو في حد بيبيع البن ب 60 جنيه يا عم انا مستعد اخد منه 100 طن 500 طن 200 طن حالا. يجيب لي 500 طن حصى اخضر. يعني يا عم اقول لك على حاجه، ياكي يكون زرعه في الجنينه عنده، يجيب له 500 6 طن حصى اخضر وانا هاخدهم منه ب 65 جنيه. وانا موافق على اي نوع يا عم، اي حاجه، انا والله العظيم موافق. بس الغريبه ان هم كتير، الغريبه ان هم مش واحد. يعني انا ما بحاربش واحد ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه. يعني انا مش فاهم. يعني هو 65 جنيه ده يعني مش فاهم برضه هو عمل ايه. طيب يا ابني تعبك، طيب تشغيل مطحنتك، يعني انت بتجيب ايه طيب؟ يعني حتى لو انت بتجيب نوع بلح، طب انت طيب 65 جنيه انت جبت نوع بلح وكاكاو وفول صويا وكربونات ومحسن قوام وموانع رغوه. يا ابني انت لفيت على كل تجار البويات، لفيت على التجار بتوع البيات كلهم كده جبتهم وانت رايح. رحت عند العطار وبعدين رحت عند بتاع البويه ورحت عند بتاع خد حقك. يا عم بيعوا لهم ب 190 جنيه يا عم، ما تتعبناش معاك يا عم. يا عم انت بتبيع مضروب بيعوا لهم ب 190 200 جنيه يا عم، ما تتعبناش.